ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. بما اننا بقى دخلنا في الصيف خلاص والدنيا بقت حر وبتاع، فانا قررت ان انا اعمل لكم ايس كريم، بس ايس كريم غير اللي احنا متعودين عليه. ارخص ايس كريم هتفكر تعمله في البيت، ولا بقى هقول لك هات لك لبن مكثف ولا لبن بودر ولا مش عارف ايه وتكلف نفسك. لا، هم مكونين بس اللي هنحتاجهم. ايه هم بقى؟ جيلي، ولا ثانيه كده بيتمسك منين اهو الجيلي ده، ومعاه كريم شانتيه. هم دول بس، ومش هناخد الكميه دي كلها اصلا. وبكده النهارده هعمل لكم ارخص واحلى ايس كريم هتدوقوه في البيت. ومش هقول لك بقى بمضرب ولا ماكينه ايس كريم، عندك كب او خلاط كده انت عملت الايس كريم. من غير رغي اكتر من كده، يلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه طبعا هننزل بالكيس بتاع الجيلي ده، نفتح بس الاول كده وننزله. لا مؤاخذه. اول حاجه هننزل بكيس الجيلي ده كله. ايوه امسك. تخيل جيلي بطعم الفراوله، سبحان الله يا جدع. هننزل على الجيلي ده بقى بمعلقه نشا، يعني معلقه كبيره كده بس مش قوي، معلقه زي كده نشا. وانزل هنا هننزل عليهم بقى بنص كوبايه ميه دافيه عادي من الحنفيه، مش لازم ساقعه من التلاجة ولا اي حاجه. نقلب الكلام ده كله على البارد قبل ما نحطه على النار، بس عشان النشا ما يكتلش معانا. اهم حاجه المكونات كلها تتخلط مع بعض كويس. ودلوقتي بقى بعد ما النشا داب وكل حاجه دخلت في بعض وتجانس الموضوع كله مع بعض، هنحطه على النار لمده دقيقه بس يا دوبك، هيغلي حته بسيطه كده. هنوريها لكم على الكاميرا ونرجع نكمل باقي الوصفه هنا. يلا بينا. دلوقتي احنا هنسيبها بالظبط دقيقه بس على النار لحد ما تغلي وتطلع معانا فقاقيع كده، ويبقى كده الخليط بتاعنا ده جاهز. وده حاليا الشكل اللي احنا وصلنا له بعد دقيقه بالظبط على النار. اول لما يغلي معاك ويطلع بلالين بالطريقه ديت، اطفي النار كده بقى يا معلم، وصبه في اي حاجه وسيبه يبرد لوحده عقبال ما نعمل بقى الخطوات. عرق وتعب الشغل بنشتغل. دلوقتي بقى يا جماعه، عقبال ما الخليط اللي احنا عملناه في الاول دوت، انا شلته في التلاجة 10 دقايق بالظبط يبرد. مش لازم يتلج ولا يتمسك ويبقى جيلي والكلام ده، هو يبرد بس. عقبال ما يبرد بقى نوريكم الخطوه اللي جايه. اول حاجه معانا بقى الخلاط الجميل بتاعنا. لو انت عندك مضرب بيض او كب او اي حاجه ينفع برضه، بس انا بستخدم الخلاط. اعتقد ان الخلاط عند الناس كلها، فده اسهل حاجه تشتغل بيها. هننزل دلوقتي بحوالي نص كوبايه كريم شانتيه كده، حوالي نص توب. بالظبط كده سنس برضه. هننزل بكوبايه ميه على نص كوبايه الكريم شانتيه ده، ومن الحنفيه برضه او ساقعه ده مش هتفرق. وانزل في الخلاط على الكريم. دي بقى خطوه على حسب الرغبه. لو انت بتحب الايس كريم يبقى مسكر سيكه او اي حاجه، ممكن تزود معلقه معلقتين سكر. انا عن نفسي هزود معلقه واحده بس من الكبيره دي، وهنضربهم كلهم مع بعض. نغطي بقى يا معلم. فاحنا دلوقتي هنضرب بقى الكريم شانتيه مع الكلام ده كله مده دقيقه او دقيقتين بس يا دوبك، هيمسك نفسه مش هيتخن قوي. وهنوريكم القوام هيبقى عامل ازاي. يا مسهل، عشان الموتور ما يتحرقش بس. عشان ايه؟ ايوه ادي هوا. نشوف بقى القوام وصل اللي احنا عايزينه ولا لا. ايوه القوام ده بالظبط اللي انا عايزه. مش عايزه يبقى تقيل قوي زي الكريم شانتيه اللي هو بتاع التورت والكلام ده، ومش عايزه يبقى خفيف اللي هو يبقى ميه خالص معاك. هو القوام ده بالظبط. وده كده شكل الجيلي بعد ما سيبته في التلاجة 5 دقايق يا دوبك برد، بس حتى لسه ما مسكش نفسه، لسه ساري زي ما هو كده. هننزل بيه بقى على الكريم شانتيه اللي احنا عملناه. انزل يا معلم. اهم حاجه ايه بقى؟ ان احنا ما بنسيبش نقطه. هنضربه لمده دقيقه او دقيقتين كمان. هو ايه الهبل ده؟ هو من احمر فوق من ماشي. وده يا جماعه الشكل اللي احنا وصلنا له بعد ما فضلنا دقيقتين بنضرب فيهم في الخلاط. هو كده مظبوط قوي، ولا عايزه يبقى قوامه تقيل قوي ولا اللي هو يبقى سايل قوي معاك. هو كده بالظبط. دلوقتي بقى يا معلم نصب كده في الكاسات اللي هنقدم فيها. قصب مفيش كلام. وده الشكل بعد ما تصبوا في الكاسات اللي هنقدم فيها. دلوقتي بقى هنسيبهم في الفريزر نص ساعه او ممكن ساعه لحد ما يمسكوا نفسهم ويجمدوا كده. وبعد ما يجمدوا نرجع بقى نقول لكم راينا ونوريكم شكلها وقوامها بقى عامل ازاي. دلوقتي عدى حوالي ساعه الا ربع ونص ساعه في الفريزر. هي لسه ما مسكتش قوي يعني، بس شغاله. ما مش هتقول لا يعني، شغاله برضه. فاحنا دلوقتي هندوق ونقول لكم راينا. امسك كده قطعتك وهات لنا قطعتي ندوق بقى كده. ايه هي قوامها ظبط شويه. واو عشان بتشوطها كلها مره واحده يا خان. عيب. طب على مالك. طعمها حلو. جامده قوي. قول اي حاجه، اي انا رياكشن. مش فاضي باكل. مش فاضي بتاكل؟ هي جامده قوي.
يا لهوي بقى لو كان في كده بطعم المانجا ولا مش عارف ايه. يا هي الفراوله رايقه وكل حاجه، بس لو كانت مانجا بقى هي عامة أذواق، في ناس بتحب الفراولة عن المانجا. حصل. ما لو كان عيب اذا صبر نصايه كمان كان القوام بتاعها ظبط وبقت اجمد بكتير. ربنا يسامحك. هي حلوه مش وحشه يعني، بس القوام بتاعها يعني لسه شويه يعني وكانه ايس كريم سايح، كان المفروض يتقل اكتر، يظبط كده في التلاجة اكتر. فسيب لي بقى الطبق ده عشان انت عندك دايت وجيم. هات هات يا اسطى عشان الجيم يا اسطى. ما أنا نسيت اقول لك ده يعتبر دايت. يا راجل فانت دي كلها تخش لك مثلا في سكه 250 300 سعر حراري، ودي يعتبر دايت. يعتبر بالظبط. هي مش دايت بس يعتبر يعني حاجه في اللذيذ كده، ايه تاكلها مره كل يومين ثلاثه من غير ما تندم. طب يا اسطى هي خلصت. ما دي عيبها بقى، المكونات سكر وجيلاتين وحمض ستريك. يا حمد صدري ده مالكش دعوه. ماشي. مكسبات طعم، فانت حرفيا بس مش مكتوب عليها ايه كام كالوري ولا اي حاجه، بس ما علينا يعني دي مش هتبقى كتير قوي يعني، هو يعتبر دايت. نقول دايت بس عشان ضمير ما يأنبناش. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. فطبعا جايب لكم طريقه ارخص ايس كريم في مصر، عمل 5 كوبايات وممكن يعمل اكتر لو انتوا تاخدوا كميه اقل من كده، ولا جايب لكم لبن ولا جايب يعني رخيص 25 جنيه 30 جنيه عملت الكميه دي كلها. يعني انزل كده روقني ودلعني بلايك وسبسكرايب زي ما انا بدلعكم وبروق عليكم، مش هتلاقي حد غيري بيعمل لك الكلام ده بميه ولا حتى بخلاط. فانت انزل كده يا معلم دوس لايك. ها لايك يلا جامد. لا جامد ايه ده لحد ما يعمل لايك، انا مستني اعمل لايك. وكالعاده لو انت عندك هبده جديده افتكاسه جديده تجربه فاشله عايز تجربها بس خايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الرسائل الانستا، هسيبه لك تحت في الديسكربشن برضو، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيدوني الفوتوغرافر من ورا الكاميرا عشان خاطرك انت. بس كده نشوفكم الفيديو الجاي، سلام. نقفل بقى الكاميرا ايه بالترابيزه دي كده واقفل يلا.